أما العلم النافع فهو العلم بالله جل وعلا، يعني علم الدين، العلم الذي يراد للآخرة، الذي يصلح الله جل وعلا به دنيا العبد ويصلح الله به آخرته. وهذا العلم هو في الحقيقة النافع، لأنه نفع العبد في حياته كلها، وحياة العبد منقسمة إلى حياة أولى وإلى حياة أخرى. فحقيقة العلم النافع، النفع المطلق الكامل، هو علم الشريعة، علم الدين، هو علم بالله جل وعلا وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبما أنزل من حدود جل جلاله. لهذا لما تكلم بعض السلف في الأنساب وسئل هل علم الأنساب من العلم النافع، قال هو جهالته لا تضر، يعني لا تضر العبد في دينه ولا تضر العبد في دنياه وآخرته معا. فوجه إلى أن يعتني طالب العلم بالعلم الذي ينفعه في دنياه وفي آخرته. وهذا العلم النافع هو العلم الموروث عن النبي عليه الصلاة والسلام. فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي موسى رضي الله عنه كما في الصحيح أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من العلم والهدى كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكانت منها طائفة نقية قبلت الماء وأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فاستقى الناس وشربوا وزرعوا، وكان منها طائفة إنما هي قيعان لا تنبت كلأ ولا تمسك ماء، فذلك مثل ما بعثني الله به من العلم والهدى ومثل من علم وعلم. وهذا الحديث لا شك أنه يدل على أن العلم الذي خص الله جل وعلا به أنبياءه، وخص أعلى الأنبياء مقاما محمد عليه الصلاة والسلام بأعلى العلم، هو العلم الذي ورثه النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: العلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. لهذا العلم النافع هو الذي له الثمرات التي سيأتي الحديث عن بعضها. فإذا العلم علمان: علم نافع وعلم غير نافع. والعلم النافع هو علم الدين، وهو الذي تكلم عنه شمس الدين ابن القيم رحمه الله تعالى، تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية وناقل علمه وحافظ سيرته، حيث قال في نونيته في أبياته المشهورة لما تكلم عن الجهل والعلم، قال: والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة وطبيب ذاك العالم الرباني. والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع، والحق ذو تبيان، علم بأوصاف الإله ونعته، وكذلك الأسماء للديان، والأمر والنهي الذي هو دينه، وجزاؤه يوم المعاد الثاني، والكل في القرآن والسنن التي جاءت عن المبعوث بالفرقان، والله ما قال امرؤ متحذلق بسواهما إلا من الهذيان، إلى آخر كلامه.